باش تسجل في مؤسسات التعليم العالي اللي عندها الاستقطاب محدود بحال الطب والصيدلة و ENSA و ENCG و EST و FST والمدارس العليا، خاصك تستعمل منصة إلكترونية سميتها كورسوس ساب. هاد المنصة كتسهل عليك الترشيح والاختيارات ومتابعة النتائج. أول حاجة كتدخل الموقع كورسوس ساب، كتلقى في الأول واحد الزر فيه تسجيل الدخول كتضغط عليه. كتجيك صفحة فيها واش عندك باك وطني ولا باك أجنبي، كتختار النوع ديالك، كتكمل كتوافق على الشروط، كتدوز المرحلة اللي موراها. كتعمر استمارة فيها الاسم، النسب، رقم مسار، رقم الهاتف، ايميل تعليم ديالك. من بعد إلا كنتي عندك باك وطني كتوصلك رسالة فيها كلمة سر في SMS وفي الإيميل ديالك. إلا كنتي باك أجنبي كتوصلك رسالة في الإيميل فيها رابط باش تفعل الحساب. خاصك تحافظ مزيان على اسم المستخدم وكلمة السر، حيت غادي تحتاجهم في الولوج في الترشيح وفي الإجابة على نتائج الانتقاء. فاش تسجلت كتدخل بالاسم وكلمة السر وكتدوز خطوة التحقق. كتقدر تختار إما توصلك كود في الاس ام اس ولا تستعمل تطبيق جوجل اوثنتيكيتور في التليفون وتدخل الكود اللي عطاوك. من بعد كتمشي تختار شنو المؤسسات اللي باغي وكترتبهم حسب الأهمية. كدير معلوماتك الشخصية ونوع الباك واللغة اللي باغي تمتحن بها وكتأكد المعلومات. إلا كنتي باك أجنبي كتزيد ترفع مع الطلب ديالك نسخة من الباك، نسخة من قرار المعادلة، كشف النقاط ونسخة من البطاقة الوطنية ديالك. كتختار التقنينات اللي كاينة في المنصة وكتسجل وكتطبع ورقة الاختيارات ديالك باش تكون عندك. فاش يخرجوا النتائج كتلقى واش تقبلتي في شي مؤسسة وكيعطيوك اقتراح ديال الولوج كتجاوب عليه. إلا عجبك الاختيار كتضغط نعم وكتسلم شهادة الباك الأصلية في المؤسسة. إلا مازال باغي تحسن وتطلع في اختياراتك كتضغط نعم وبغيت نحسن وكتكمل في المنصة حتى تعطيك شي اختيار حسن من الأول. ملي كتقبل خاصك تكمل التسجيل الإداري في المؤسسة اللي قبلوك فيها وتجيب لهم الوثائق اللي طالبين. التسجيل في هاد المؤسسات كيكون بشروط، خاصك تكون عندك باك ديال هاد العام ولا العام اللي فات بمعدل مزيان وغالبا من 14 طالع، وخاصك تكون شعبتك مطابقه للتخصص اللي غادي تدفع عليه، مثلا طب خاص علمي، علوم تجريبيه ولا الرياضيه، والمدارس التجاريه كتقبل العلمي والتدبيريه. باش تنجح في هذه العمليه ديال التسجيل خاصك تبقى متبع الاجل مزيان، حيت كل مؤسسه عندها تاريخ محدد في المنصه، والا فاتك ما كتقدرش تعاود. نصيحه مني، دير جدول شخصي للمراجعه قبل الامتحانات ديال الباك. قسم وقتك مزيان بين المواد، ركز على الرياضيات والفيزياء والفرنسيه والمواد اللي عليها النقطه بزاف حسب التخصص. ومن بعد الباك وجد ملفك والوسائط اللي غادي تحتاج في الترشيح. وباش تزيد فرصك ما تخليش غير خيار واحد في المنصة، حاول ترتب على الأقل 5 ولا 6 الاختيارات ودير المؤسسات اللي قريبة من داركم واللي تناسب النقطة ديالك. وبالنسبة لمؤسسات الطب ONCG و ENSA و ENSAM و FST و EST و إسكاي كاملين خدامين بهذه الطريقة في المنصة. ملي كدير الاختيارات خاصك تعرف أنه إلا تقبلتي في شي مؤسسة في الاختيار الأول ديالك كيتلغى اللي تحت منه اوتوماتيكمون، وإلا قبلتي في شي مؤسسة أخرى كتقدر تختار بين تقبل ولا تحاول تحسن اختيارك في المرحلة الجاية. من الأحسن تكون منظم ومتبع الموقع الرسمي ديال كورسوس ساب وتشوف الأجال والنتائج في وقتها باش ما تضيعش الفرصة. هكا كتكون عرفتي كيفاش كدوز العملية من الأول حتى للقبول النهائي وحتى إيداع الملف والترسيم في المدرسة.